بسم الله الرحمن الرحيم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واسمه الأسماء والصفات، المجلد الأول، طبعت دار الكتب العلمية في صحيفة 81. ماذا يقول ابن تيمية؟ ماذا يقول ابن تيمية في هذا الكتاب؟ انتبهوا واسمعوا للكلام العجيب الغريب الذي قاله في هذا الكتاب. صفحة 81 يقول ابن تيمية عن الله عز وجل: فإذا جاءهم وجلس على كرسيه أشرقت الأرض بأنواره. هذا ابن تيمية. فاللي عم بيقولوا لنا ليش عم بتكفروا الوهابية؟ ليسمعوا، ليروا، ليقرأوا. هذا كتاب ابن تيمية. نحن لا نؤلف ولا نطبع الكفر، هذا كتاب هم طبعوه، هم وزعوه. هذا موضع من عشرات المواضع التي في هذا الكتاب. وكما قلت لكم باختصار، هذا كتاب آخر لابن تيمية اسمه شرح حديث النزول على زعم شيخ الإسلام. نحن هون اشتطنا عليها كلمة شيخ الإسلام. طبعت دار العاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، هناك طبع، ليس في دار المشاريع، لا، هناك طبع عندهم. هذا شرح حديث النزول لابن تيمية الحراني في صحيفة 217. ماذا يقول ابن تيمية؟ واسمعوا للكفر العجيب. يقول: وفي الإنجيل، الذنب المعلق يقول في الحاشية: هذا في الإنجيل الصحيح. وين في إنجيل صحيح اليوم؟ يقول هذا في الإنجيل الصحيح تحت في الحاشية. اسمعوا ماذا يقول رئيس الوهابية، من اتخذوه قدوة لهم، إماما لهم في الكفر والتجسيم. يقول: وفي الإنجيل أن المسيح قال: لا تحلفوا بالسماء فإنها كرسي الله، وإن أنتم غفرتم للناس فإن أباكم الذي في السماء يغفر لكم كلكم. عن مين؟ عن الله، عن الله. يقول: وإن أباكم الذي في السماء. يعني الرجل منه شيخ الإسلام بل حاخام. يعني الرجل منه شيخ الإسلام بيقول عن الله أبونا بابا على زعمه. هذا ابن تيمية الحراني. ثم ماذا قال في نفس الكتاب في نفس الفقرة؟ ماذا قال؟ اسمعوا. قال مرة ثانية: وأبوكم الذي في السماء هو الذي يرزقهم. مرة ثانية يعيدها. ثم ماذا قال؟ قال: ومثل هذا من الشواهد كثير يطول به الكتاب، والاستشهاد بالكفر كفر. يقول: ومثل هذا من الشواهد، يستشهد بكلام الكفار لإثبات أن الله يسكن في السماء، لإثبات أن الله يجلس على العرش. هذا ابن تيمية الحراني زعيم المجسمة المشبهة. وهذا كتابه الآخر المشهور مجموع الفتاوى. هذا من أشهر كتب ابن تيمية. مجموع الفتاوى المجلد الثاني الجزء الثالث والرابع في صحيفة 229. شو بيقول ابن تيمية؟ اسمعوا. يقول: إذا تبين هذا فقد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون أن محمد رسول الله يجلسه ربه معه على العرش. هذا لمن يريد أن يرى بعينه. هذا كتاب ابن تيمية. هذا كتاب إمام المجسمة الذي يسمونه كذبا وزورا وبهتانا وظلما وعدوانا بشيخ الإسلام. بيقول عن رب العالمين جالس على الكرسي ويقعد معه نبيه عليه.
وينسب هذا الكفر للأولياء والعلماء. ثم من جملة ما يقوله هذا الرجل يعني ابن تيمية في كتابه هذا، والعياذ بالله تعالى، على زعم ابن تيمية بأن الله تعالى عاجز ضعيف محتاج له أعوان. يقول بأن الله تعالى عاجز له أعوان. يقول والعياذ بالله كذلك يفعل بأعوانه من الملائكة. يقول إن الملائكة أعوان الله. هذا في كتابه مجموع فتاوى وفي كتابه شرح حديث النزول. وهنا أيضا يعيد تلك الكفرية. يقول فإن أباكم الذي في السماء يغفر لكم كلكم والعياذ بالله تعالى. فإذا لهؤلاء الذين يتساءلون لماذا تكفرون ابن تيمية، مع ماذا يقول هنا؟ يقول أنه ينزل بذاته من العرش إلى السماء الدنيا ولا يفرغ منه العرش، ولا تصير السماء فوقه. شو هالتناقض العجيب، شو هالتناقض العجيب. وأيضا هذا الرجل يتفنن بالكفر والضلال. ماذا يقول والعياذ بالله تعالى من جملة كفرياته العجيبة؟ يقول بأن الله تعالى يحدث له مشيئة، تحدث له مشيئة وإرادة، ويتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء. لو أردنا أن نذكر كل الكفريات التي في هذه الكتب لأخذ كل الوقت. هذا عن إمام المجسمة من اتخذوه قدوة لهم، وهذا من زعمائهم ابن عثيمين، كتاب فتاوى العقيدة على زعمه. يقول عن الله تعالى في هذا الكتاب له عين، يقول على زعمه له عينتان حقيقيتان يقول. ويقول الله تعالى له يد يمنى ويد يسرى، يعني عم يحكي عن الجسم عن الجارحة. ويقول أيضا بأن الله سبحانه وتعالى يوصف بالملل. يقول إن الله يوصف بالملل، هذا بصفحة 51. ويقول أيضا بأن الله تعالى يوصف بالمكر، هذا منه وصف لله. يقول عن الله تعالى إنه يوصف بالمكر والعياذ بالله تعالى. ويقول بأن الله سبحانه وتعالى بذاته في السماء. ويقول عن عيسى هي روح عين منفصلة عن الله، بصحيفة 47. يقول منفصلة عن الله. شو بعد في أكثر من هيك تجسيم وتشبيه؟ هذا مين؟ ابن عثيمين. وأيضا من جملة كفرياته هنا في صحيفة 30 و31 وما قبلها يكفر المستغيثين بالأنبياء والأولياء والمتبركين بقبور الأنبياء والأولياء. وأيضا من جملة زعمائهم هذا الألباني يلي بعض المغفلين في الشام والأردن وفي بعض البلاد، بلاد يوغوسلافيا وغيرها، يسمونه بالإمام المحدث. في بلاد الألبان، في بلاد الأرناؤوط يسمونه بالمحدث. هذا الذي تحداه رجل في الشام، واحد محامي، قال له سمع لي 10 أحاديث منك إلى الرسول. قال له لا أستطيع، أنا محدث كتاب. قال له كل واحد منا يستطيع أن يعمل محدث كتاب. هذا الألباني ماذا يقول في هذا الكتاب؟ اسمعوا يا أحبابنا، هذا من أئمتهم، كتابه بيسميه عزام تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد،
طبع ما يسمى المكتب الإسلامي، هذا لهم. ماذا يقول الألباني؟ يقول: رأيت في أسفل حائط القبر الشمالي محرابا صغيرا ووراءه سدة مرتفعة عن أرض المسجد قليلا، إشارة إلى أن هذا المكان خاص للصلاة وراء القبر. فعجبت حينئذ كيف ظلت هذه الظاهرة الوثنية قائمة في ظل وجود دولة التوحيد. يقول عن وجود قبر النبي في المسجد النبوي وعن صلاة الناس خلف القبر مع أن القبر مستور، يقول هذه ظاهرة وثنية. تعرفون ما معنى هذا الكلام؟ يعني من عهد الصحابة ومن بعدهم كل الذين رأوا هذا. قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. قال رجل: يا أمير المؤمنين، كفرهم بالإنكار أم بالإحداث؟ قال: بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء.